السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي ما أنا عارفة أقول لك إيه في الظرف الوحش ده. شد حيلك البقية في حياتك. الدوام لله. أهل الحارة قالوا لي إنك أنت جاي هتقعد معانا هنا، فقلت واجب برضو أجي أعزي. وحياة النبي ما دقت طعم النوم من يوم المصيبة دي ما حصل. كمان ولاد الحرام طلعوا إن أنا اتخانقت مع الحاج فتحي، وحق جلال الله ما حصل. لو سألت أي حد في الحتة هيقول لك إنه ما حصلش، والمصحف الشريف ده الحاج فتحي ده كان راجل أمير. ده مؤمنة فلوس الإيصالات بتاعتك لو ما دفعتش في ظرف 10 أيام هتبقي في الاسم. أيام 10 أيام ازاي يا حاج؟ دول يجي 90,000 جنيه. 143,000 يا ولية، وصلاتك ب 143,000 كمان؟ طب ما احتكمش على المبلغ ده، ولا تكون فاكرني مدوراها في البطال بجد. مشكلتي دي ولا مشكلتك؟ يا حاج نور، يا حاج نور، ربنا يهديك كده اهو، تعالى نتفاهم كده اهو بالذوق. انا ما عنديش اي فلوس سيدي، ما احتكمش على حاجه، ما عنديش حاجه. عندك يا نعيمه، عندك البيت. يا لهوي، ده البيت ده هو اللي تويني وسترني انا وبناتي. يا حاج بالعقل كده هو تخلينا نتفاهم، اقسطهم لك ازاي، اجيبهم لك ازاي؟ ده الحاج فتحي لو كان عايش. الحاج فتحي مين يا وليه؟ الحاج فتحي اللي كنت عايزه تتجوزيه. ويا عالم امي ماتت قبله بسببك ولا بسبب مين؟ الحاج فتحي الواحده من العيرر اللي شغالين عندك وسوست لابنه عشان يقتله. طب كنت خلي حد غيرك يجي يكلمني، يمكن اعرف اسمعه ولا اشوفه اصلا. غريب. استغفر الله العظيم، انت ظالمني، انت راجل بتاع ربنا. عمرك يا حاج. وصل الست واقفل الباب من تحت، مش كل شويه هرزع الباب وهي تخبط. يلا. خلاص يا اخويا. استاذ غريب، والنبي احضريني يا مؤمنة. يا استاذ غريب، النبي بيتكلم الحاج نور، ده احنا عشرة عمر من ايام الحاج الله يرحمه. ما هو قال لك تعالى عنده في السنتر وهو هيشغلك. معقول اللي بيحصل ده؟ الحاج نور عايز يقطع عيشنا يرضيك يا مؤمنة. السنتر ايه اللي هشتغل فيه دوت؟ راجل كبير ومش راجل مسن. انا عندي 5 عيال في مدارس وامهم لسه والده. أنا وبيتي يا عمتي. البيت ده؟ هو في بيت غيره يا عين عمتك؟ يبقى أكيد عايز يهد البيوت اللي حواليه عشان يبني حاجة في المنطقة. أنت عارفة يعني إيه يهد ويبني يا نعيمة؟ عارفة. اللي عايز يبني هيحفر. عندك 140,000 جنيه عشان المصيبة دي ما تحصلش. طب وبعدين؟ انت ازاي مش فارق معاكي كده؟ عشان عندي رب اسمه كريم، عمره ما نسيني ابدا. شوف ترتيبه ساقك ليا امتى، في الوقت ده بالذات. بس هو عارف ومطلع، عارف ان انا غلبانه وماليش دعوه بالحكايه دي خالص. ولا انت قاعد وشايل معايا، مش كده؟
ايه ما بقول لك؟ تعرف واحد اسمه سامر الاسيوطي؟ هو واحد في الغردقه كده وفي عليه كلام. يعني ما عداش عليك اسمه ولا تعرف اي حاجه عنه. امال عامل لي بس ورم وعارف اللي داخل واللي خارج من الغردقه وانت في مكانك. اقفل يا هيما، اقفل وشوف كنت بتهبب ايه. سامر باشا، بكلم حضرتك في وقت متأخر ولا حاجة؟ وسكتي له يا نعيمة؟ عدي الشارع يا حبيبتي وروحوا قولي له اللي انا ما عرفتش اقوله له. يا برودك يا نعيمة يا قلبك. منطقة ابوه ومنطقته، حد هيقدر يراجعه؟ لا بس الحكاية مش سايبة. يعني ايه ياخد البيت قصاد الوصولات؟ وبعدين هيعمل ايه بالبيت القديم المكحكح ده؟ ده عنده بدل البيت 10. يا رب انا مش عارفة ايه البلاوي اللي بتتحدف عليا من كل ناحية دي يا رب. قالوا ايه في 10 ايام؟ يعني مش التلات ده؟ اللي بعده. ما يمكن بيهوش يا نعيم، معذور برضه بعد موت ابوه. وكلها يومين وكل حاجة تهدى وكلمتين حلوين منك وكل حاجة بتعدي. لا، الدخلة شمال بالقوي يا بنت، والعين مطلعة شرار بتقول اللي جاي بتاعنا، والدور هيمشي على الكل مش علينا احنا لوحدنا. قال الناس كانت بتشتكي من فتحي وغداتته وخنصرته في رزقهم، اهو جالهم اللي هيقطع رزقهم ورجلهم كمان. مساء الفل. كل مشكلة وليها حل، ما تعمليش كده في نفسك يا حبيبتي. الله، ما كل الناس عندهم مصايب، اشمعنى انت؟ واحمدي ربنا انها ما جاتش في حد غالي عليكي. كل دي بقى جمل باردة وجاهزة، واسهل حاجة ممكن تقوليها الواحدة جاية تحكي لك مشكلة او واقعة في بلوى، تبقى الواحدة من دول شايلة مصايب الدنيا وانت بغتاتة اهلك تطبطبي عليها وتقولي لها بس يا حبيبتي كل مشكلة وليها حل. يا حبيبتي لو عندك حل قوليه، ما عندكيش حطي لسانك في بقك واسكتي وخلاص. الواحده في الوقت ده ما بتبقاش طايقه نفسها اصلا ولا طايقاكي. شوفوا بقى يا جماعه، اي كلام زي ده خانقكم اكتبوه في كومنت، واكتر كومنت هياخد لايكات هيبقى هو موضوع الفيديو اللي جاي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا مشاركه للصفحه، وممكن كمان تحطوا الجرس علشان يوصلي نوتيفيكيشنز. يلا مساء الفل عليكم، سلام. مالك؟ انت مش على بعضك ليه؟ مش عارفة، ما كنتش فاكرة ان نعيمة هتلاقي زبون بسرعة قوي كده. بدل ما تحمدي ربنا ولا لسه ملقلقة؟ يا ستي الحمد لله، هو انا قلت حاجة ولا فتحت بقي؟ لا بقول لك ايه، انا عايزاكي تجمدي قلبك كده. احنا اصلا ماشيين مع طه على شهر، قولي الحمد لله اللي دخلت عليه موضوع الفراشة اللي في المدرسة.